علقت جرح المشاعر تبكي الأغلام، وبكينا وياهن على القسمة والحظ. نداوي جروح ناس ونسعد بناس، ومرات المشاكل يمنا تنفض. ومثل ما قلبك أبيض يا أبو الإحساس، عيش بروح بيض وقلب أمين. حسبالي عنهم تختلف، بس طلعت حسبالي. قلت لك صعب لما أحب، قلت له الصعب يحلالي. قلت لك يأذيني الجرح، قلت له أنا طيب الغالي. قلت لك أخاف من الهجر، لا قلت له تبقى خيالي. قلت لك وذا حكيك كذب، قلت لك كذب مو مالي، والمهم بالحب صدقت. وانت سكنت دلالي، اغلط واعيدك بالصلب، كل شي انت شاغل بالي. وانطيتك الماي النطي وسلمت لامرك حالي، وتبدى ماي المستحى من قصتك لذيالي. شفه خذ مراده ومشى، ورد شف منه خالي. هزيته فنجاني ورحت، والنار حصت دلالي. حسبالي وك عندك وفا، بس طلعت حسبالي. يا مساء الخير والسعادة والمحبة عليكم أحبتي مشاهدي قناة وطن، كل الهلا بيكم وين ما تكونون، وحلقة جديدة من برنامجنا الشعري قلم أبيض. خليكم ويانا وخلونا نتعرف على ضيفنا لهذه الحلقة. مرات العشق مثل القصيد يكتبها بوجع ويموت شعار. الشاعر أحمد علي عاتي سالم يبلغ من العمر 33 عاما، من مواليد بغداد مدينة الصدر، ويقيم حاليا في بغداد حسينية الرشدية. على الصعيد الشخصي هو متزوج ويعمل حاليا منتسب في وزارة الداخلية، جامعا بين واجبه الوطني ومشواره الأدبي. بدأت محاولاته الأولى في عالم الكتابة عام 2012، لتتحول إلى كتابة فعلية عام 2013، حيث صقل موهبته وأسس لنفسه أسلوبا شعريا خاصا. وجاءت انطلاقته الأبرز على أول منصة شعرية عبر برنامج قوافي، الذي قدمه الشاعر الراحل سمير صبيح عام 2018، ليكون ذلك الحدث محطة فارقة في مسيرته الشعرية. واليوم يواصل الشاعر أحمد علي عاتي مشواره الأدبي، ويحضر عبر برنامج قلم أبيض ليضيف بحروفه البيضاء صوتا جديدا يعبر عن نبض الناس وهمومهم وآمالهم. مرات العشق مثل القصيد يكتبها بوجع ويموت شعار. أنا قاعش ما تطعنوها تعيش. انا قاعش ما طعنتوها تعيش، لابد يمر يوم ينزل لي ماي ويعلى ثمري، يعلى ثمره وباشر بعينك تشوف وش قد ردت توصل لربع من مستواي. انا قاعش ما طعنتوها تعيش، ولابد يمر يوم ينزل لي ماي ويعلى ثمره وباشر بعينك تشوف وش قد ردت توصل لربع من مستواي. انت يا الناعور من ايش قد خذيت، ايش قد عبرت وتالهن ترجع وراي. الله. لا يغرك قلبك شي كله بياض، شيب اللي براس نزل بدل راي. انا اعرف لهم نطق هالكلمه حيل، وما اطق بس حيل، اطق بمشتهاي. الله. الطريق اللي ما وصلت الربعه شوف، ايه والله قبل العام من عند انا جاي. الله. الطريق اللي ما وصلت الربعه شوف، والله قبل العام من عند انا جاي. واستلذ من نطعن طعنه بقفاي، واستلذ من نعطش وما القى ماي، الله. واستلذ من القهم، واستلذ من القسم. وانا تعبك حيل كن الطلسم وافتهم،
لا تقول ما بيفتهم، الرجال اصناف مو كله زلم. الله. يا مساء الخير. مساء العافيه احمد أستاذنا عاتي، الغالي. نورت أنت وشرفت النور. وهلا والف انت هلا. النور، شكرا للدعوه. الشرف. شكرا للكادر وهاي القناه المحترمه، الله قناه يسلمك. الوطن. ما اعرف يمكن تاخرت عليك. لا هو ها؟ الوقت. اي بس الوقت انت رجل بعد الله يسلمك. مرتبط والله دوام استاذ، وشويه مشاغل اخذتنا حتى من الشعر يعني اخذت. زين. الله يكون بعونك. هذا اللقاء من بعد ايش قد؟ 4 اشهر اي والله يمكن اكثر. اي 4 من سفرة مجانين. اي من سفرة نحاول انه يضبط الوقت، ولكن ما جاء تجي عدة. يلا اليوم احلى الحمد صدفه لله. يعني انه وهاي من اجمل الصدف الله يسلمك. انه التقي بيك. انا من زمان ودي اشوفك، لانه لي الشرف. انت وصلتني افعالك الله يسلمك أستاذ. المحترمه، ووصلني شعرك قبل شوفتك واللقاء بيك. سلمك استاذ، هذا واجب كل انا اشكر الشعر. شوف بعض الاحيان الشعر يخليني بعض الاحيان اوصل مرحله اكره نفسي انه التجأت لهذا المجال، وبعض الاحيان لا، اقول الحمد لله انه عرفني بهاي الناس. احمد الله. ناس محترمه، ناس طيبه، ما تطعنك. قدر الامكان احنا نباع الايجابيات هنا وفي السلبيات، لان السلبيات تبقى اثر صح، بس هي موقف ويروح. اما الحالات الايجابيه هاي راح تبقى وياك مدى الحياه. لا، هي المواقف اللي تثبت يا نعم احمد. أكيد يعني أكيد. اكو شخص طعنته يمكن ما راح تنساها، واكو شخص موقف صح. كلمه انت راح تبقى مديون له طوال حياتك. صح. وانت من الرجال الكلفين. الله يسلمك والله. استاذ، فدوى لعمرك. بغض النظر عن شاعريتك، يسلمك ويحفظك. مبدع جدا. يسلمك. ما عليك زود. وين هالايام المنتديات لو والله مبتعد؟ من الدوام. لا ما اقدر ابتعد، يعني انا الشعر يجري بدمي، ما اقدر حتى لو مبتعد من المنتدى من المنصات، فما اقدر ابتعد بيني وبين نفسي، بيني وبين الشعر. المنتديات اليوم جاي اشوفها تصديرها حلو يعني كلش حلو، خصوصا عندنا منتديات يعني بغداد اخذ صداه بالجديد. الفقره اللي كانوا يركزون عليها بمنتديات بغداد انه يصدرون شعر، وهاي حاله كنت اركز عليها، وكنت اقول لهم انه هاي الحاله سلبيه. زين، لان انت اليوم مثلا فلان منتدى يصدر مثلا فلان، نعم، يتعكز على فلان فقط، بينما المبدعين عنده فوق ال 15 شاعر ما مصدر. متشتت احمد. زين، انا يمكن اوافقهم الراي. نعم، لان دائما اقول من نسلط الضوء على زين، شخصيه هذه راح تبرز، بس اذا نطشر ماكو فايده. فحلو من يصدرون هذا المنتدى، من يصدر شاعر كل سنه، يعني يعتبر انجاز جيد. هسه انت خوش حكيتها شاي كل سنه، بس مو ابقى بيه لا لحد ما يطفى المنتدى. ما يصير. مو لحد انت ما هو يروح الغير ما منتدى. اجل ابدع منه مثلا. لا مستحيل. بغداد بيه، بغداد بيه، وكل منتدياتنا يعني اللي بس انا اسولف عن بغداد باعتباره من بغداد يعني. زين، بغداد بيها مبدعين ما يتقابلون. ان شاء الله بيهم البركه، يسلمك وان شاء الله يوفقكم. الله يسلمك استاذ. احمد، هذا اول لقاء رسمي لك؟ اول لقاء كتلفزيوني، حلقه كحلقه شعريه. اي نعم. الشرف. الي الشرف. الله الشرف. الي الشرف، وانت صاحب الفضل، هذا اول وثاني. بالعكس انتم المتفضلين احمد. انا دائما اقولها، اقول الشاعر من يجي هو اضافه للبرنامج. هو اضافه، وهو اللي انت اضافه لكل اضافه يخلي مسار البرنامج يستمر نحو التالق، طبعا من خلال الضيوف، لان باعتبار اليوم ما المقدم ما له دور. صح. لا ان شاء الله لك الدور الكافي. خلينا نبدي بمشوار احمد عاتي. نريد ندخل بتفاصيل. راح ندخل بالفضايح. تدخل لي بطفولتك والمراهقه والشباب. هسه بعدك شباب انت؟ مو اي بعدني. بعدك لو كبرت؟ لا، كبرت بابداعك، ولكن بعدك شباب. انا هيك ادبيت اقول بي بعدنا شبيه من هالسكلان الشيب اللي بعمره وعلي شابع سفر ونسي، وانا قضيت عمري لهذا والذاك، معلم امه ميته واقف بدرسي. بس ولا شيء بيك يعني. شلون هاي؟ ها؟ هاي وهاي
كلها. يعني هاي مزينه انت؟ ثق حتى بصدري طالع شيء، حتى فوق قلبي فوقه. الله اكبر. الله اكبر. اي احمد الله ونشكر. بالبدايه انا من مدينه الصدر، هاي المدينه العظيمه، عظيم. مدينه الابداع. يمكن ماكو مدينه بالعالم تحتوي او طلعت وخرجت مبدعين. ابداع ومبدعين. ماكو، روح فر الكره الارضيه كلها ما تلقى بهالحجم هذا من المبدعين طلعت من مدينه واحده فقط. طلعون من بلد بس من مدينه تظهر هاي الطاقات، فهذا فضل من رب العالمين. هذا فضل البغداد لو فضل يعتبر المحافظات اللي سكنت بهذه المدينه؟ اكيد هو اليوم هي مو هجينه. اليوم لا، بغداد مو هجينه. اليوم هسه من تجي على مدينه الصدر. نعم. مدينه الصدر 3/4 جنوب، مش جاي كلها جنوب، وانا جاي 90% جنوب. وانا جاي اسولف. نعم. جاي اقول لك انه هذه المدينه يعني تقدر انه الجنوب تختصره هنا. احسنت. بهذا احسنت. هو لا أي. جنوب العراق قلب المدينه. أي. مدينه الصدر. لذلك انه جاي يشوف حتى هذه من الفرات. المدينه ما تسكت، يعني مو فقط شعريا. نعم. لا، لا بكل مجالات كل الابداع. مجالات كل مجالات الابداع. نعم. يعني انت انولدت بهذه المدينه؟ اي انا من مواليد 1992 6/4 برج الحمل. تؤمن بالابراج؟ طبعا. ها؟ مو كلش، وانما عندي اطلاع عليه يعني. طيب. احب الاطلاع الفلكي وغيره. طيب طفولتك ايضا بهذه المدينه؟ طفولتي اكيد. شنو عشت من طفولتك؟ والله عشنا المأساة يعني. مأساة. ما عشت الفقر. مترف يعني؟ لا يعني انا والدي الله يحفظه ان شاء الله ويطول الله طولة يحفظه. العمر. يعني كبرنا بتعب. يعني هو حداد، واتذكر كان الليل كله ما ينام في سبيل يوفر لقمة هاي العيش ويطلعنا بأرقى مستوى. لذلك احنا من تعب علينا وصلنا. عندي اخوي الاصغر من يمي امير، هذا اخذ ثالث على العالم لعبة البهايوث، رياضي. الاول على العرب بدخول اول ميدالية ذهبية للعراق. تاريخ العراق ما حد دخل ميدالية ذهبية. اخذ تكرم سولفوا بي؟ والله ما حد سولف وياه. ما حد قال له الله يساعدك. اخر الاول على العراق بالتوالي، هذا الاصغر مني، وماخذ بطولة العرب ب 2012 زين، وب 2023 اخذ الثالث على العالم بمشاركة بمشاركة 152 دولة اعتقد او 42 دولة. اخذ الثالث على العالم. من نجم ما حد قال له الله يساعدك. هسه المفروض انه له فد. لا هو يسولفها يعني، يقول احنا باحد دول الجوار ما اريد اذكر اسمها، يقول لاعب نادي يعني ماخذ على المحافظات خلينا نقول. سيارته اخر موديل والاحتفاء وراتب عنده وهاي. الحمد لله والشكر يعني، هو ما محتاج، هو منتسب القوات الامنيه. زين. اليوم نشوف الوضع اختلف احمد، الوضع كماده بدت احنا هسه باصعب واخطر مرحله يمر بها العراق. واجب على المبدعين، واجب على المسؤولين الشرفاء انه يحاربون يصدون، لان ما معقوله استاذ. يعني احنا بلد التاريخ، حضاره العراق من ارجع. انا احمد اقاطعك. نعم. بالخير، انا اقصد لك كمعيشه. قبل لو هسه، يعني قبل الظروف اشوفها صعبه جدا. لا هسه اكيد. هسه الناس تلبس وتصعد سيارات اخر موديل والاثاث. قبل كانت العالم 3 بقميص. مو 3 بقميص شو؟ انا واخوي كنا البعض يسولف لك يقول لك قبل زمن الخير، وين الخير؟ لا ماكو خير. هاي لا صدق. انا هذا الكلام يعني يجي يسولفه لك ابو ال2000 يعني. تحياتي. ما عاش بيها. انت ما عشته، فانت على اي اساس تجي تصدر افكار انت اشياء ما عشتها؟ هذا ما عاش بيها، ما عاش هاي التفاصيل. ما طحن النوع الفصم ونسويها. تمر كنا نحطه بالشاي. التمر بالشاي بدال الشكر. كنا نعجن النخاله. الماء يروح من يعني انا اتذكر والدتي تبيع الكميه اللي هي الغذائيه في سبيل نجيب طماطه وبتيته وخيار وهاي السوالف. نبيع هذا الدهن والشكر نبيع. نبت بدون عشاء؟ لا ما لا هذا الزود للاب. لا اكيد. اكيد زود
الوالدي الله يحفظه هو ايضا من القاده والمجاهدين اللي بالحشد الشعبي، الله يحفظه زين، إن شاء اللي ضحى ما ضحى، الحمد لله والشكر، نحمد الله والشكر. فما خلانا نوصل لهيك مرحله، لا يجوز هو نام بدون عشاء، نام بردان، نام واحنا منحس. صح. تضحيات الاب يجب ان لا تصادر، يعني يحكيها يا دين باكر ابني يسوي ابي. تحن ايام شباب طفوله لو هسه؟ لا 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 لا، وين تحن على، يعني خلينا نحكيها بالعاميه، خير الناس من تكلم بلسان حال قومه. يعني تحن تكرم المدارس، كنت تلبس لايلون تروح بيه المدرسه تخجل تباوع على رجلك. شلون تحن؟ ذاك وقت، يعني وقت عصيب. لو احنا بشبابنا بذاك الوقت، لا هسه احنا ما يمكن 4 اخوان بالبيت، واحد يبدل قميصه للثاني. زين. احمد خلي اسمع قصيده. اسمع قصيده. عليك جيت بلهب، عليك جيت بلهب مشروق قلب شرق، وبصفه كان النهر والبير، البير صيع علي جاوبته ما نفترق، وقباله صار الهوى قابلنا حلق بحلق، اللي بعينه ظل بس وفه، غمضت وانا احترق، مطرت علي جمر، صار الدرب مو درب، طاح على راسي لزق، شماته صاحوا وركع، والربع صاحوا ووقع، فتحوا علي كم حلق. الله الله. والخضره صارت فحم، لاح السواد العرق، بانفاس ظل بس نفس، خانق لريته خنق، على العطر من فتحت، شوفت بيها البقى، جاوبنا خل نفترق، من عدها وانا متت، ما احب بعد وانتهى، وما جاب طار الشبق، لا تسولف على الوفا، وبيشكيل الوفا، بجماره طاحوا ونهش وكلوا حتى العثق، يا حب بعد يا هو الله. لا تجيب طار العشق، قلت لك متت وانتهت والروح ما لي خلق. سلامتك. الله يسلمك. الله. سلمك. روعه احمد. انت الروعه. احبتي خلونا ناخذ فاصل قصير ونرجع لكم. مرات العشق مثل القصيدة يكتبها بوجع ويموت شعر. حياكم الله احبتي، رجعنا لكم وقلم ابيض مع المبدع الحبيب احمد عاتي. حياك يا احمد. سلمك ويحفظك. هلا وغلا. هلا وغلا. معلم. عندنا فقرة ماذا تحب. اول شيء الصعيد الشخصي، شو تحب احمد؟ العزله. العزلة. نعم. تلقى راحتك بيها؟ اكيد. مو انا، علي بن ابي طالب سلام الله عليه يقول تجد الراحه في 10، 9 منهم في العزله وواحده في الصبر. 9 عزلة. 9 عزله. نقاء، تحس نقاء، احب الهدوء، العزله دائما انعزل. طيب ليش يعني انه المجتمع هذا مخلك هيك تفكر؟ الاصدقاء اللي مختارهم؟ لا انا ما اتذم من الاصدقاء، يعني اكثر اذيتي من داير ما داري، اما الاصدقاء لا والله، بالعكس مرات ينفسون عني. والله يعني عندك محمد العبادي، استاذ كرار، يوسف، محمد، يعني خاف انسى واحد من ولدنا، والله هم اللي شويه مريحين نفسيتي. عندك صديق مقرب؟ اكيد. يعني تشوفه صندوق اسرارك. إذا ملكت صديقا ملكت الدنيا بأكملها. الغلط اللي صاير أنه إحنا مرات نشوف الصديق، الناس ما قامت تفرق بين الصاحب والصديق. أنا عندي صديق واحد بالحياة. واحد. ما أجيب اسمه. أي. حلو أنه إنسان يحتفظ له، هو واحد يعوضك عليه. اي طبعا مرات عن الدنيا كلها. هذا قابل بي الدنيا. اي. والنعم منه. خلينا نجي على صعيد الرياضه. اي. شو تشجع؟ اشجع اخوي. ها؟ اشجع اخوي. لا صحيح. والله العظيم. كنادي. نادي ما بعيد عن الرياضه. يعني كلش؟ اي بعيد عن، يعني كرة القدم غير تقصد؟ اي رياضة؟ لا الرياضة احب الملاكمة. زين. ملاكمة، قتالات، زي قلت لك اشجع اخوي. وانت حربي. زين. اي. انت شو تقول حربي؟ انت حربي حتى بالشعر. دائما قصايدك تحس بها روحية
العنفوان او الهجاء نقدر مرات نقول. الموقف يهزك، لازم تأدي الأمان. أنا أنظر للشعر على باب مسؤولية، مو باب شهرة وباب لو أريد أشتهر باكر أشتهر، بس أنا باوع عليه من باب مسؤولية. ودائما أخلي قدامي آية كريمة بالقرآن تقول وقفوهم إنهم مسؤولون. يعني من أشوف الخطر تصير هجمة على العراق، تصير هجمة على مذهبي، زين لا هنا يلقون أول واحد. هذا ما يخسرك ناس؟ ما يهمني هذا الاسلوب والطرح اللي عندك؟ عسى الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين الناس خراب. ايش عليه بالناس؟ رضت ولا ما رضت؟ والله ما له علاقه. طيب اذا جينا للفن، اي شنو علاقتك بالفن؟ الفن العراقي له كصوره صورة عامة. صوره عامه يعني حلوه، زين. اي لمن تميل يعني؟ الفن المصري، الخليجي، العراقي؟ لا اميل للفن الاجنبي. الاجنبي. اي يعني ما اريد اذكر اسماء، بس من ضمنهم توم كروز متابع. طيب اكو عندنا فنانين ممثلين بالعراق يعني استوقفوك؟ اي آلاء حسين عندك، ست آلاء تحياتنا لها. نتفق انا وياك على ال6000. يعني اخذت دور الممثل، تقمصت التمثيل، مو بس اخذت يعني مو تباع عليها كممثله وعابره، لا جيت كل الادوار. اكيد هي كل الأدوار. تاريخي اليوم. الغناء نجي لك عليه لو نروح للرواديد؟ لا الغناء انا بعيد عنه. بعيد عنه. نروح للانشاد مثلا؟ اي شنو فرق الانشاد عن الاغنيه اليوم؟ الايقاع. هو انا جاي اشوف حتى الموجود الايقاع الايقاع ببعض الايقاع هذا ايقاع الشيء، هذا الانشوده. هو كانت هذا يرقص، ومرات اكو اغنيه، مو انت الانشاد لازم يصير اغنيه ايقاع. بعض الاحيان مثلا تايبين على سبيل المثال. نعم. انا من اسمع تايبين ما ارقص، صح. بس اكو انشودات جاي انشودات. يصدرون لنا اياها هاي بمحرم وكذا، هاي تحسها ترقص. هاي الصدالها يعني ما صار في وجه اعلام عليه يعني. صدالها استاذ خالد الحجامي. الف تحيه. الف تحيه له استاذنا. صدالها واصدر كتاب، زين، بخصوص هذا، حاربها بشكل كلش مو طبيعي. زين اليوم احمد شوف اكو امور من تجي تسولف بيها يقول لك هذه خط احمر. طيب هو الخط احمر، ماكو خط احمر، تبقى هاي تسيء، كذوبه. تبقى تسيء خط وتقول لي الأحمر. خط احمر. خط الأحمر انه تحترم الشعار. الخط الاحمر هو العراق، زين. الخط الاحمر الطائفيه، الخط الاحمر اهل البيت، الله ماكو غيرهم خط احمر. طيب زين نعم. احنا مو جاي اقول لك يعني اكو اساءات بالموضوع. نعم إيه. من تجي تنتقد ممكن تسولف، ممكن تقول يابا هذه القصيده خطا، هذا الدمامات اللي خالينها ما اعرف شنو خطا. المفروض تتهذب مو من خلال المنابر الحسينيه. انا وياك ما نقدر. والله عم الناس حكوا، زين، والله ملوا. وهذا بعد بس انت اللي عليك الناس صارت هم تخاف يعني، تخاف من الحكي، يصير هاي الانتقادات مال المتطفلين وانت بصراحه. المشكله القاعده الرئيسيه غلط، لازم تقدر ترتب القاعده. اقول لك يراد لنا هتلر. لا مو لهالدرجه هاي. ها؟ يراد لنا فتوى. لا والله. والله يراد لنا هتلر. شلون الفتوى ب 2014؟ اي يراد لنا فتوى. ايش تغير بيك الفتوى؟ اليوم شو تغير؟ مثل ما غيرت حال العراق من الدمار الى الامان، تغير هاي العولمه، الهجمه اللي جاي تصير. يمكن انا بالاعداد عندك فقرات انا ببالي اريد اسولف عليها، بس يمكن حتى طلعنا من الشعر مو؟ احنا فقرتنا شتتنا عنها. أي. فقره صار حلم بهالوطن موش الامان. حلم تبليط وتحقق هالحلم، ومنطقتنا تبلطت فوق التراب، ومر علينا وشوف ابد ما ينثلم. صار وتحقق، دفعته بصكمين. هاي اشاره ويفتهمنا العقل حر. هي دوله انباقت بحلق الزنيم، تريده ما ينباق، ظلت على الشعر كافي. الله. وابن البيت للما عده بيت. كاف وين ينام شعبك؟ على الجسر، عمر غالي. ووصفه صرفه على الرخيص، ووصفه حط الواحد قبال الصفر، ووصفه يكشخ بيه بالثوب القصير. ايه.
وصفه ستر العمره ما احب الستر، بعيد ميلاد ايش كثر قالوا لي خير وكون عامل خير شو يطلع فقر. ولا تقل تفائل، انا تفائليت ينجبر كسر ويرد هم ينكسر. الله الله يسلمك. طيب، ما قلت لي على المنشدين او الرواديد المن تميل حتى نطلع من هذا اميل الفقرة؟ الكل واحد يرضي الحسين مو يرضي الناس. احسن. ما اريده يرضي الا الطعمه، اريده يباوع على الحسين قبل كل شيء. احسنت. ان شاء الله عد بيها رساله اذا عندك قصيده تقراها اي نعم. يلا نسمعها. بما ان انت تطرقت على الموضوع الديني، قبل العبره هي قصيده حاربت هواي للاسف الشديد. قبل العبره لازم تاخذ العبره، غلط بس تستمع، عند المهم تقرا. اي قبل العبره، قبل العبره لازم تاخذ العبره، غلط بس تستمع، عند المهم تقرا. غلط بس تنطي دمعه لخدك الجوعان، عقلك هم يريد بعازه الفكر. الله الله. سولف بالصدق، سولف بالصدق، لا تبالغ على حسين. حسين كبير ما محتاج لي كبره. طف حسين ثوره، طف حسين ثوره الهسه، طف حسين لا من ناصر بكل زمن ينتظره، لا هل من مغيث يغيث بيه الدين، يعني الدين طايح من كسر ظهره. اذا رايد تنصره بلطم كله وياك، بس يد على صدرك ويد للفقره. الله الله. كبر الحضره عيدك. الله. اذا رايد تنصره بلطم كله وياك، بس يد على صدرك ويد للفقره. كبر الحضره عيدك، كبر الحضره عيدك، خل تلوح اسماك، بس بكل عقل هم كبر الحضره. ما مقتنع عقلي يروح بس للماي، ما مقتنع عقلي يروح بس للماي، يروح وما يرد، ظل وذره يوم وذره. وهو العباس هذا، وتعرف العباس اذا عن نهر بمر الخيم تيجره. الله الله. لازم تفتهم، لازم تفتهم ليش انذبح لحسين، وليش من القفا، وليش انمرض صدره. لازم تفتهم لحسين مو شباك ولا رايه ومناره وراسك الطبره. رسول الله انذبح، رسول الله انذبح بس بجسد الحسين. رسول الله انقتل مرتين مو مره. الله. سبوا زينب نفسهم كسروا لها ضلوع. ترى الاختال زينب شافها الزهره، ترى السم الحسن هم سمم السجاد، ترى الطابر عليه شي راس للعتره، ترى بعد الشمر. اي والله. ترى بعد الشمر هالمره لابس قاط، ترى يلطم ويانا ويقطع بنحره. اي والله. ترى بعد الشمر هالمره لابس قاط، ترى يلطم ويانا ويقطع بنحره. ترى بعض المنابر، بعض المنابر لبسوه هندين. الهدف واضح وعرفوا انا المفسره. لهسه حسين ينزف، لهسه حسين ينزف بعد ما مرتاح. ما اخذنا عبره، اخذنا بس عفو. سلامتك. الله يسلمك ويحفظك. عظيمه هذه يا احمد. يسلمك. رسالة شهاده عظيمة شهاده استاذ. والله عظيمه. هذا توفيق الله وتوفيق الامام الحسين. الله يوفقك يا الله حبيبي. يسلمك. نجي الى فقره مواقف. مواقف. اي سولف لي المواقف اللي مريت بيها شخصيا او صادفتها يعني. كشف لي العوز ناس اولهم الغالي، وبعد تكشف بعد يال بعد تالي. ايوه. ذا بيه نفس والناس هيك وياي، اذا باكر طحن شو يصير بحوالي؟ ما عندكم ضرير يراوس عيونه؟ اريد انطي عيونه وروحه ممنونه، اريد اعمى صدق، ما اريد اشوف الناس عشت شجره ببرد كل ساعه مطعون. الله. الشي لعبيد الجذر يا ثمر ينتظره، وترى الما وفى الحب الناس تحتقره. عمره ايشان عمره الهسه بسطعنات، لعد ما جرح قام وتزوج العبره. ارجع لك شرط بس ركز انت وياي، من تسمع حسين استغفر الشمره. دليتك على الدرب وانت اعمى، انت اعمى، متذكر صرت انا عوشيه ونسيت بس فتحت انا اللي شفت بيه. عض الاصابع ندم، عض الاصابع ندم والرمن من عضي. وحظ اللي يخونك قاعد يا قلبه مو حظي. الله. مو مال لزمك بعد، مو مال طخك بعد، تعذرني متوضي. درب اللي يتعب القلب ما تدوس رجلي وتقول لي الاحساس انا احس.
تدري الاحساس انت شنو هي؟ انا اقول لك، وحده عمية بذا طرش مقرمه وتركض لوادي وتضحك بنص ناس تبكي وترقص بلحظه حدادي، حلمه تتحس الاحس، والشرة ترادت مفسر جاه يركض، طلعت الحلمانه خرس. هي هسه لا، من قبل ما تحس لحس، ادري احبك ادري اكرهك. حرت حيرة ذاك يوسف من دخل قاصد هداه، وقفلت الابواب 7. انت كان موس بلهاتي، لا مطلعه ولا ابلعه، منين ما كض الجرح. الله الله. كل شي تلشم بيه صاير، انت اعظم ابتلاء. الله جابك فوق جرحي، جابك ورشك ملح. الله يسلمك. الله. احبتي فاصل قصير راجع لكم. مرات العشي مثل القصيد يصير يكتبها بوجع ويموت شعار. حياكم الله احبتي، رجعنا لكم وقلم ابيض مع الحبيب احمد عاتي. الله يسلمك استاذ، حبيبي طول عمرك. احمد، وصلنا لفقره مفاهيم. مفاهيم هواي اشياء اليوم نشوفها بالمجتمع، ما اعرف المجتمع احتاد عليها، ممكن عادات تقاليد، هواي اشياء يشوفوها صح، انت تشوفها خطا، شنو هي؟ بالبدايه اكو امور هواي متحدثين عنها استاذ. طبعا اوجه شكر خاص وبامتنان وبصدق وبنيه صافيه الى وزاره الداخليه باحتوائهم ومحاربتهم لهذا المحتوى الهابط اللي جاي تقوم فعلا. بدور نشد على ايديها كشعراء وكمبدعين. احسنت والله. ابنائها وابناء العراق نشد عليها، خل تضرب بيد من حديد، نريد اقوى بعد. اقوى بعد بيد من حديد، خل تكافح هاي، لان بدت تدخل العوائن غصبا علينا. والله صح. غصبا عليك انت اليوم تشوف ابنك بالتليفون باوع، زين، بدت فنشد عليها. شكر خاص لوزير الداخليه ولاداره العلاقات، وزاره الداخليه واللي قائمين على كل المحتوى. المسؤولين أكيد بهذا أكيد أكيد. الموضوع اكيد. شكرا لقياده شرطه الرصافه، لواء شعلان، هذا اللواء المحترم، زين، جاي يقومون بما تسمى بالدقات العشائريه وغيرها. قبل فتره هذه انطينا أيضاً شهداء. من الحالات. نعم، يعني شكر خاص للسيد اللواء المحترم على مكافحته اللي هيك واحتواء هيك امور جاي تهدد السلم المجتمعي وتهدد الامان اللي شو وقت جاي. نخلص من هاي الدقات العشائريه؟ ان نصير ايد بايد، من المواطن يتعاون ويا القوات الامنيه، راح نقضي عليها قريبا يا الله ان شاء الله. والله ان شاء الله نطمح انه شاء الله. الاوضاع تتحسن اكثر باكثر. وصلنا الى فقره رايي الخاص. نعم. رايك الخاص اليوم انت مسؤول عنه طبعا. مثلا أكيد. شخصيه، رايك في شخصيه، يا شخصيه اللي عجبتك ما عجبتك، بس احنا نريد اللي عجبتك اكثر. شخصية وطنية عراقية، وايد من الشخصيات، بس الأبرز السيد القائد مقتدى الصدر. الله يحفظه. نعم، شخصية وطنية ويخاف على العراق. زين. طيب، نعم. افضل صانع محتوى، ما عندنا، ليش تجزم ما عندنا؟ عندنا. ما جاي يشوف، ها؟ ما جاي يشوف. عندنا هواي. وإذا جاي يشوف، وإذا محتوى، موجود. والله انا جاي اشوف عندهم اشياء بها هدف. أنت جاي يشوف، أنا من جاي يقول ما عندنا، أنا ما جاي أشوف، أنا ما جاي أشوف. يعني معقوله ما مقلب؟ لا والله جاي يقلب، تطلع الفضايح قدام، تطلع هذا اللي يطلع مرته، يعني ما خلينا حتى افتهموا الموضوع غلط، افتهموا الحريه الشخصيه غلط. يا اخي ما يصير انت بالمطبخ مطلع مرتك عوزه، بس بغرفه النوم ما مطلع مرتك، بس بهاي. ولو ما مكافحه المحتوى الهابط، لا كفيلك العباس وفاضل يطبون للغرفه. والله صح. والله العلي العظيم، هاي شويه ردعت،
لو ما يطب بالغرفه شنو يصعد مرته تصعد جوله وهو يدعمها. زين طبق عليها احكام. وين وصلنا عنه؟ بلد مسلم وعراق والك تاريخ وبلد حضاري. زين يعني هسه انا من جاي اقرا بالتاريخ اشوف الحضاره السومريه يا اخي احنا المتخلفين له هم سابقيننا بالاف السنين. زين ب6000 سنه. المفروض هسه احنا اغنى بلد بالعالم، متطورين الى ابعد الحدود، سابقين كل الدول علميا بال150 سنه المفروض. طيب احمد، اكو فد حاله مثلا نعم. اليوم بالشعر موضوع الجمهور. ها؟ ايه والله اشوفه يعني اشوف الشاعر من يقرا هذا يقوم وهذا يلطم وهذا ما ادري شو يسوي، وانا باوع القصيده طبيعيه يعني ما بيها شيء. 80% هذا التصنيع شنو هذا؟ التصنع هذا 80% انتهى الجمهور الشعري بالعراق. كلمه مسؤول عليه. قام يا شاعر اللي يجي مع جل احترامي للشعراء اللي يعرفون نفسهم، يا شاعر اللي يجي للمنتدى جيب لك 5 6 خليهم يصفقوا لك، شفتها وبسببها طلعت من منتديات. نعم. فهذه الحاله موجوده. نعم لا زالت موجوده. يا ريت ينقضى عليها، يعني ما اشوفها صعبه يعني. ما تقدر تسيطر عليها، يعني ايش تسوي لك؟ الناس التهت بغير، الناس قبل العولمه هاي والسوشيال ميديا عالم ما عدا شيء، لو قاعده بالقهوه لو تصير امسيه تقعد يمه. هسه التليفون اخذ العالم طببه بغير مطبات. طببه بغير مطبات، العاب لودو بوبجي ما ادري شنو هاي، طبت العالم. هسه تلقاش كبرش عرضه احفاد عده كاظ البوبجي كعرب بالطياره. شنو التفاهات هاي؟ والله العظيم يعني اذا انت شايب تسولف فيك جالك شي يطلعون. طيب اي فماكو اليوم قبل هسه حتى بالتواصل الاجتماعي دنزل لك قصيده هسه انا قصيده قبل العبره روح طب لها شوف كش ماكو. خلى نزل قصيده هجاء على احد الدول اللي حاربت العراق. زين مثلا اسرائيل هجيتها، غير دول من الجوار ما اريد اذكر اسمها. زين احتراما للمقام. ينتقدوك انت. شنو ينتقدون؟ تهديدات، وصلت التهديدات نجيك البغداد نسوي كباب. موجودات صح. على اليوتيوب. احمد تهددت لاكثر من مره انا. احمد انت عصبي. بعد برج الحمل. بس قلب ابيض قلب احسك لا هو دائما العصبي قلب ابيض. اي احمد شنو بداخلك تريد تحكي تريد تسولف بس بدون انتقادات كافي هيك اشياء تطلع لي من داخلك؟ ما ادري. ها؟ هواي الغريب قام يوقف لك دار ما دارك ما يوقف، ما يدعمك. غريب يعني انا عندي شخصيه من خارج العراق مو عراقيه. زين والله واقفت لي سيف هيك. سيف على لساني شنو اليوم احنا يعني والمنك وبيك يطشرك صاحبك يطيح او انت من الشوف. لا انا ما اطيح. لا انت ان شاء الله ما تطيح. لا هي جاي نحكي لك اياها بصوره عامه يعني. نعم بصوره عامه. اليوم البعض يفرح بكسره اخوه. للاسف هذه موجوده. انت اذا وقع اخوك انت توقع. اي هذا اللي ما جاي نحسب له، ولكن اتمنى انه تتغير هواي اشياء عندنا. انا اتمنى يعني من العالم انه تحافظ على عوائلها من الانحطاط. فعلا هي هذه افضل رساله. اتمنى من العوائل انه تراقب. اتمنى على الاباء على الامهات، حتى مساله هاي الاخيره اللي قانون الاحوال المدنيه الشخصيه. نعم. زين حتى المنفصلين اللي يخلون حربهم فقط الاطفال. رساله اخيره احمد. رساله اخيره يعني شو احب اقول؟ براحتك. والله اتمنى اموت شهيد يعني استشهد. ها؟ اتمنى استشهد يعني. علينا ما عندنا شيء. والله اتمنى هاي شهاده يعني. تريد مسموم؟ ها؟ مسموم والله لي الفخر كان الامام الحسن مات مسموم. ها؟ السمه ايش تدري هسه حرب ما على قولة محمد لا اكو. ها؟ تجي يا ستر الله. احمد اختم لي بقصيده. اجى وقت الحصاد ولازم نحشك، وهالمره صدق عبالك نغشك. طيرش ما طرت ما تلقى بيها اغصان، بس احسب حسابك واقف بعشك. عشت ويا الحقيقه وين ما تندار، ادور وياها وافتر فرت المغزل،
وما هم نصعد هم يصعد الدخان، وفرق البزودة صار وبين اللي توسل. لا تثق بزرع يعلى بسقي الحواف، إذا مو بيدك كل من تزرع وتشتل. أنا الهاضمتني الغرب ما تأذيك، منك بيك تطعن هاي اللي تفشل. أيوه. القط بالمواقف مثل لقط الطير، بعد مو كل شبل على العمر قام يقل، بعد ما شف شر، بعد ما شف شر جبت العمر مستور، إذا تبدي الحرب ما يسلم اللي يختل. الله وصل حدها بعد والشر قل قبل، معلم عالزناد ومنه طق اقتل. قالوا ما صعد، قالوا ما صعد والشعر ظل بالقاع، قلت يقوى الجذر بالقاع من ينزل. وسلامتك. الله سلمك. كل الحب لك يا احمد. كل الحب. شرفت ونورت. شوف كل سلمك. شاعر له طريقته بالكتابه. نعم. انت هذا لونك وهذه طريقتك. الحمد لله. تحترم وتجل، ولك مني كل الحب وكل الاحترام. بالمثل والله بالمثل. وسعيد بشوفتك. شكرا لك، شكرا. انا الله فرحان بشوفتك اكثر مما فرحان بالحلقه. الله يسلمك. الله شاء. الله يسلمك. الحلقه كلها بتشوفه وشوفتك. الله يسلمك، وان شاء تعزيز على الله قلبي. نشوفك على المراتب يا حبيبي. يسلمك. احبتي، وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم في قلم ابيض مع الشاعر المبدع والجميل احمد عاتي. انتظروني الاسبوع القادم وضيف جديد. في امان الله. علقت جرح المشاعر تبكي الاقلام، وبكينا وياهن على القسمه والحظ. نداوي جروح ناس ونسعد بناس، ومرات المشاكل يمنا تنفض. ومثل ما قلبك ابيض يا ابو الاحساس، عيش بروح بيض وقلب الامين.